عسلامة البنات، شنو حوالكم؟ ان شاء الله يا ربي الكلكم تكونوا بألف خير وانتم تشوفوا في الفيديو متاع اليوم. رجعت لكم في فيديو جديد. الفيديو متاع اليوم ان شاء الله باش يكون فلوج روتين يومي باش نوريكم شنو عملت بريسك نهار كامل. ان شاء الله يعجبكم الفيديو. اذا كان جديده في القناه مرحبا بيك، ما تنسيش باش تشترك وتفعل الجرس باش توصلك كل حاجه جديده اني نهبطها. وما تنساوش زاده باش تدعموني بالجميت نتاعكم ولي كومنتير. وللناس اللي سالتني على الكونت انستغرام تاعي تلقاوه ديما في صندوق الوصف ديسكريبشن بوكس اللي تحت الفيديو. باهي بيسكو اني توا جو سوي ان فاكونس وروحت لتونس، ما قمش باش تشوفوا مني روتيني الحقيقي اللي نعيش فيه على طول العام. دونك باش تشوفوا مقتطفات هكا عشوائيات من اللي نعيش فيه توا يعني في الصيف. دونك نتوما لهنا باش تقولوا لي شنو تحبوا تشوفوا مني في البيريود هذه، شنو تحبوا تشوفوا على القناه، شنو ما المواضيع اللي تحبونا نحكيو فيها مع بعضنا. انتم باش تعطيوني افكاركم وتخلوهم لي تحت الفيديو في دي كومنتير والا دي ميساج بريفي على انستغرام. في الفيديو متاع اليوم باش نحكي معاكم في اكثر سؤال جاني بعد اخر فيديو هبطته وقت اللي قلت لكم اللي الحمد لله خديت الدكتوراه متاعي اونفان. اكثر سؤال جاني على الخاص هو كيفاش نجمت تنظم وقتك. الحقيقه هو ماهوش سحر، والناس الكل عنا 24 ساعة في نهارنا، لكن الفكرة في انه كيفاش باش تقسم ال 24 ساعة متاعك. مانيش باش نقول لكم انه الايامات الكل جوجير، يعني نجم نتحكم في نهاري كيفاش باش يتعدى، لكن ديما نحاول انه يكون على حسب المخطط اللي اني حطيته. اني مغرومة ياسر بالورقة وستيلو، كل شيء نكتبه في ورقة وستيلو. دونك يبدا عندي امبلوا هكا قدامي جدول اسبوعي ولا يومي على حسب نتوما كيفاش تحبوا تقسموا. ونقسم المشاغل متاعي، يعني مثلا نهار الاثنين عندي كذا وكذا وكذا وكذا، نكتبهم باش اني نهار الاحد في الليل نعرف غدوه شنو عندي. والحاجه اللي نكملها نشطب عليها ولا نفلورها كبفلوريسون، نعرف اللي اني انجزت المهمه هذيك ونتعدى للي بعده. كل شيء منظم، كل شيء مكتوب، وبيان سور نحددهم على حسب الاولويات. الحاجات المهمه هي اول حاجه، واللي نجم يستنى نخليه في الاخر. وساعات تصير انه ما نكملش مهامي الكل متاع النهار هذاك، نولي نحولها للنهار اللي من بعده. هذه حاجه من الحاجات. ثاني حاجه عاونتني برشا انه يكون فما سوبور مورال، يعني تشجيع كلكو سوا من اولياء ولا من زوج ولا يعني من لونتوراج بصفه عامه ولا اصحاب ولا اخوات. التشجيع مهم على خاطر في الاخير احنا بشر، والانسان ساعات تجيه بيريود تحس مخه يقف اون ديري، يقول يعني ستوب كهو منيش باش نكمل. في اللحظه هذيك لازم شكون يدزو ويقولوا لا راك تنجم، راك انتي قدها يعني وتنجم توصل، ويبدا يحفز فيك باش تكمل. لازم تحيطوا رواحكم بعباد كيفاش يقولوها، يحبوك توصل ويشجعوك ويدزوا معك باش توصل. هذه حاجة أخرى. وثالث حاجة ديما ما تنسيش روحك انت علاش بديت من أصله. يعني استاتيو هذه ديما نشوفوها قدامنا في الفيسبوك، وبالحق ما تحس بقيمتها كان كيف تعيشها. يعني كي توصل للمرحلة انك تتعب وتقول سيبا ما عادش نجم، ترجع بتوالي وتقول اني علاش بديت من أصله. اني بديت على خاطر نحب نولي كذا، اني بديت خاطر نحب نوصل للكذا. ديما تفكر روحك بطموحك، يعني باش تعرف بلوتو باش تحفز روحك انك توصل للهدف متاعك اللي في الاخر. وفي الاخر اكيد باش توصل وتقول الحمد لله، يعني مهما صار عليا ومهما كانت فما ديزوبستاكل يعني وعراقيل وكل شيء، الحمد لله وصلت للحاجة اللي اني نحب عليها. واهم حاجة بالنسبة لي انه تقوم بكري. البركة في انك تقوم بكري، على خاطر اذا كان وصلت قمت مخر ماكش باش تلحق تكمل لي تاش اللي انت حطيتهم في الامبلوا متاعك
ماكش باش تنجز كل شيء كما انت تحب، باش تولي تبلفت باش تكمل فيسا يعني. باش تبدا على اعصابك، اعطيك تكمل وكهو، ماكش باش تكون يعني كيفاش نقولوها بيرفكسيونيست، يعني ماكش باش تكمل التاش متاعك والا المهام متاعك على اكمل وجه كما تحب انت، باش تولي اعطيك كمل وكهو. دونك تقوم بكري باش يبدا نهارك اطول وفيه اكثر بركه، باش تخدم مرتاح وباش تلقى وقت تخسر روحك في اخر النهار. على خاطر كان باش تقعد نهار كامل وانت تجري، باش يجي اخر النهار باش تهبط كو، ماكش باش تنجم تعمل حتى شيء، حتى اكتيفيتي انت تحب عليها، ولا حتى كي باش ترتاح ماكش باش نجم تعمل الحاجات اللي باش تحسن لك نفسيتك كوا. ما نعرفش اذا كان فهمتوني شنو نقصد ولا لا. لازمكم تقوموا بكري وترقدوا بكري باش البدن يكون مرتاح والمخ زادا يكون مرتاح. الحقيقة اني من الجهة هذه واجهت برشا صعوبات من الاول الحقيقة، من بعد نحس روحي انه تأقلمت. للناس اللي متابعتني من قبل تعرف انه خدمتنا جينيرالمون ديما بالليل نحنا، دونك نروح في الليل مخر يعني دوكو يعني نروح مخر ونقوم بكري، على خاطر في الصباح عندي تحضير قراية بنتي وقرايتي اني، دونك نرقد مخر ونقوم بكري. الحقيقة تعبت برشا من الاول لكن من بعد تأقلمت. لكن للناس العادية يعني ترقد بكري وتقوم بكري، على خاطر حتى بدنك عنده عليك حق، ولازم ترتاح بدنك باش من غدوة يكون متجاوبة معاك يعني. حاجة أخرى باش تكون بلو بريسيز يعني هكا للنساء المعرسة واللي عندها مسؤوليات في الدار، حاجة من الحاجات اللي عاونتني برشا انه نطيب حاجات متاع نهارين، ساعات حتى متاع 3 أيام، ولا نحضر حاجات مثال نحطها في الكونجيلاتور، نحضر سلايد هكا من الفواحيش ونحطها في الفريجيدير جست نجبد ونفوح كهو. نهار اللي نطيب حاجة متاع نهارين، ولا نطيب أكثر من حاجة ونخبي. حاجات هذه تربحني في برشا وقت في كور لا سيمين، يعني في وسط الجمعة نبدأ مرتاحة شوية. هذوما هما النصائح اللي نجم نعاونكم بهم، ان شاء الله يفيدوكم ونكون عاونتكم هكا شويه، ونكون حفزتكم زيادة شويه، على خاطر جاوني برشا مساجات يقولوا لي هما تشجعوا ويحبوا يكملوا المسيره الدراسيه متاعهم كي شافوني هكا وكل شيء. بالحق نفرح كيف نلقى دي ميساج كيما هكا، ونشجعكم على الاخر، على خاطر اللي يحب يوصل مهما كانت الظروف متاعو. هذا هو الفيديو متاع اليوم، ان شاء الله يكون عجبكم. كان عجبكم ما تنسيوش باش تحطوا جيم وتخليوا لي كومنتير تحت الفيديو. نقول لكم توا بسلامه ونشوفكم في الفيديو اللي جاي ان شاء الله. باي باي.